السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو متهنيين. اليوم راح نشارك معكم وصفه تاع خبز الساندويتش، ولا هذا الخبز اللي يجي خاوي من الداخل تستعملوه في لي ساندويتش ولا كيما البطبوط. نبداو على بركه الله. هنا كيما راكم تشوفوني بنعبر قدامكم السميد. استعملت سميد الرطب، راح ندير 2 كيسان تاع سميد رطب مع 2 كيسان تاع فرينه. أنا أكيد الكمية راح ترجع ليكم. أنا هاد الكاس وقطعت لي كمية ما شاء الله. نخلط الفرينة مع السميد، نفس الكمية هي نفس الكمية تاع الفرينة هي نفس الكمية تاع السميد. نضيف ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، ونضيف لها ملعقة كبيرة كذلك تاع سكر، ونضيف نص مغرف صغيرة تاع الماء أكيد، ولا الملح حساب هاد الكونتيتي تاع الفرينة مع السميد. هنا كان المقطعة تحذف لي، كنت درت 4 مغارف تاع زيت ودخلتهم مليح في هذيك الفرينة والسميد. ونبدا نلمد بالماء. هنا ما كانش دافي، ما فقط ما يكونش بارد وما يكونش دافي. هنا ديجا هاد الوقت اللي رانا فيه راهي كاين الحمى بزاف، راح العجينه تخمر بالخف. بعد ما لمدتها كيما راكم تشوفوا راه القوام تاعها راه يتلاصق، ما راهيش يابسه بزاف. لمدتها فقط، ما عجنتهاش بزاف، وراح نخليها حتى يضاعف الحجم تاعها. بعد ما خليتها خمرت وخليتها تضاعف الحجم تاعها كيما راكم تشوفوا، درتها هنايا في سطح العمل وقسمتها لكويرات صغار. هنا الكويرات حسب الحجم تاع الخبيزات اللي كنتو بديروهم، ولا تقدروا تحلوا كاع العجينه ومن بعد تطبعوهم بطابع دائري اذا بغيتوا ديروهم كيما البطبوط. هنا درتهم انا حجم متوسط. بعد ما كملت كاع الكميه درتهم دي بول صغار هكا، نغطيهم على جهه ونبدا نحل بالوحده. نستعمل الفارينة ونحلها على شكل دائري بهذه الطريقة. هذا هو السمك تاعها بعد ما حليتها كما راكم تشوفوا، حوالي نصف سنتيم، باش ما يجوش معجنين من الداخل. نحطهم في إدغا ولا في عفسة هكا كيما نحطوا الخبز، بلا ما كملنا كاع لا كونتيتي اللي كانت عندنا. كيما راكم تشوفوا ستفتهم لهنا ونغطي عليهم بلا ما كملت كاع لا كونتيتي اللي خدمتها، ونبدا نطيب. هنا بالنسبه للطياب تكوني دايره المقله تحمى مليح. كي تحمى مليح تحطيها
وما نخليهاش حتى تحمر من التحت، خليها برك يدير واحد لي بول صغار تتنفخ غير شوية. كيما راكم تشوفوا نقلبها هكا، راح نقلبها نخليها ثاني تزيد تشد روحها شوية برك، ونعاود نقلبها المرة الثانية ونقارعلها حتى تتنفخ. كاع كي تتنفخ نعاود نقلبها باش نحمرها وتكون ناجحة. كيما راكم تشوفوا خليتها نشفت شوية ونعاود نقلبها المرة الثانية. هنا لازم تكون المقلة حامية مليح. أنا عاودت قلبتها ودوك تبدأ تتنفخ بهذه الطريقة راكم تشوفوا فيها. نخليها حتى تتنفخ مليح ونبدأ نحمر فيها من الجوانب. نكمل طياب كاع تاع الخبز اللي عندي ومن بعد نوريه لكم كيفاش فارسيته، واكيد راح تقعد اختياريه. هنا بعد ما كملت كاع الطياب تاع الخبز انا فارسيتو، هنايا اكيد تكون اختياريه. انا فارسيتو بشويه تاع الدجاج مع البصل ولي طوماط ولي فريت.